السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم إيمان خطاب من مطبخ كيس جوان. النهارده هنعمل مكرونة بنحبها جدا وبنجيبها من محل مكرونة معروف اللي هي مكرونة الانسجام. النهارده جايبه لكم السر بتاعها والسر طعامة الصلصة اللي هي غير عادية وطعمتها. هنعرف كل حاجة النهارده في الفيديو، تابعيني للآخر. انا جبت 3 بصلات كبار وقطعتها جوانح وحمرتها زي ايه بصل الكشري، بس ما تحرقهاش قوي عشان ما تمررش. عندي مكرونه، نوعين من مكرونه سباكيتي وخواتم. عندي زيت، عندي سكر، توابل، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود. عندي صلصه، عندي شفشق، نص لتر شفشق من الطماطم، والطماطم هنا منزوعه القشر. حطيتها في ميه سخنه، وبعد كده حطيتها في ميه بارده وشلت منها القرش بتاع الطماطم عشان ما تعمليش عسر هضم وتديني نتيجه حلوه. وبعد كده ضربتها في الخلاط. تعالوا بقى بينا على البوتاجاز ونشوف مكرونه الانسجام بتتعمل ازاي. هنا ما عندي حله على النار، هنزل شويه زيت. عندي معلقتين من السكر كبار عايزينهم يتكرملوا. اقلب كده لغايه لما السكر بتاعي يتكرمل. عايزاه لون عسلي، مش عايزاه محروق عشان ما يمررش. بص كده يا حبايبي، السكر بتاعي اهو ابتدى يتكرمل، مش عايزه لونه يغمق قوي كده. عندي لون معين كده. هنزل بقى بنص لتر طماطم. اقلب الفريزه هي هتفك. هجيب بقى الصلصه احط كده في الفريزه الاول. نجيب الصلصه بتاعتنا، معلقتين كبار كده من الصلصه. هنجيب بقى التوابل ونيجي. هنا بقى يا حبايبي زودت على التوابل اللي قلتلكوا عليها بابريكا، نسيت احطها فحطيتها. هنخليها صلصة مكرونة الانسجام مش صلصة عادية. هي لغاية دلوقتي صلصة عادية، دلوقتي هنخليها صلصة المكرونة بتاع الانسجام اللي زي بتتعمل في المحل. فجاية لكم تاني. هنا بقى يا حبايبي البصل اللي انا كنت حمرته هكسره كده فتفته، احاول كده ايه اكسره وهروح بيه على ايه، على الصلصة اللي على البوتاجاز. هنا بقى يا حبايبي هنزل بالبصل اللي انا فتفته على الصلصة. هسيبها بقى ايه، اغطيها واسيبها ايه تكمل التسبيكه بتاعتها.
لو عايزة شوية مية نديها شوية مية مغليين. شوفوا بقى يا حبايبي جمال لون الصلصة تقيلة ازاي وحلوة. حطي بقى على المكرونة. طعم بقى والريحة مش عايزة اقول لكم، تعملوها لولادكم في البيت هينبسطوا منها جدا. وكده يكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو مكرونة الانسجام. يا رب تكون عجبتكم، لو كانت عجبتكم اوعوا تبخلوا في اللايك والشير وسبسكرايب تفعيل الجرس. يا احلى متابعين في الدنيا، بحبكم في الله من داخل مصر وخارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.